من بعد ما كولر مشي والكابتن عماد النحاس لعب 3 مباريات وهو مدير فني للنادي الاهلي. ال3 مباريات دول كانوا مع فرقه بتروجيت وحرس الحدود والمصري، والحمد لله النادي الاهلي كسب ال3 مباريات. بس ال3 مباريات كان لهم 3 سيناريوهات مختلفين. السيناريو الاولاني ان النادي الاهلي لعب مباراة بتروجيت كان كسبان 2-0، وبعد كده بتروجيت قدر يرجع في مباراة وبقى 2-2. ومن هنا النادي الاهلي عايزين نشوف شخصية النادي الاهلي عشان هل هيقدر يرجع وهل هيستعيد الثقة ولا لا. والحمد لله قدر يستعيد الثقة وقدر يرجع وكسب 3-2. فده السيناريو الاولاني. اما السيناريو التاني وهو سيناريو مباراة حرس الحدود، انت خلاص كفرقة استعدت الثقة وبقى عندك قدرة ان انت تكسب غير الماتشات اللي قبل كده، واللعيبة واقفة على رجليها واللعيبة فايقة وعايزة تقدم اداء كويس. فانت نزلت مباراة حرس الحدود عشان تكسب حرس الحدود 5-0، ودوت الطبيعي بتاع النادي الاهلي اللي هو يكسب وينزل ويكتسح اي فرقة. وده سيناريو طبيعي احنا بنشوفه من النادي الاهلي كتير. اما السيناريو التالت وده الاهم بالنسبه لي، ان هو النادي الاهلي يخسر في اول 5 دقايق. وهنا هيبان قد ايه شخصيه المدرب الفني او المدير الفني قويه، وشخصيه اللعيبه ان هي تقدر تعوض ده. وده اللي حصل في مباراه المصري، ان انت في اول 5 دقايق دخل فيه جون. وهنا النادي الأهلي بدأ يستعيد زمام الأمور ويكسب المباراة، وحط جون واثنين وثلاثة وأربعة، وسيطرنا على مجريات المباراة تماما. وتقدر تضغط على الفرقة وتستخلص الكرة في أسرع وقت، وتقدر تحط جون واثنين وثلاثة وتضيع 15 هجمة منهم 8 على الجون وتحط منهم 4. فده يبين لك قد إيه النادي الأهلي استعاد جزء كبير جدا من الثقة أو من الشخصية اللي كانت مفقودة. وأهم شيء حصل في المباراة ديت إن أنت كسبت قبل مباراة بيراميدز اللي هيلعبها مع البنك الأهلي، عشان تكسب وتعتلي صدارة الدوري. وإن شاء الله بيراميدز يقع الماتش الجاي وتضغط عليه أكتر فأكتر وتاخد بطولة الدوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.